أكتر المدربين في العالم يا صديقي بيبنوا عضلات صدر قوية جدا. بس يا ترى إيه هي أحسن تمارين للصدر وإزاي تعمل لنفسك تمرينة صدر مظبوطة؟ علشان كده سألنا كل مدربين ورك اوت أند فيت علشان يشرحوا لكم أقوى التمارين اللي بتزود القوة العضلية والضخامة. أهلا بيك يا صديقي الفورمة في حلقة جديدة من قناة ورك اوت أند فيت. وفكرة القناة إن أنا بقدم لك فيها كل يوم معلومة رياضية جديدة وبطريقة سهلة وبأحدث الأبحاث وبأحدث الأساليب العلمية. فلو حابب تفيد نفسك وجسمك ما تنساش تعمل لنا سبسكرايب. جهز القهوة بتاعتك يا صاحبي وركز في التمرين اللي هنشرحه لك النهاردة علشان حرفيا هيفرتك عضلات الصدر عندك. ويلا نشوف يا صديقي أقوى تمارين تخلي صدرك أكبر وأعرض. أفضل المدربين عندنا في ورك اوت أند فيت بيشتغلوا بخطة كاملة علشان يغيروا شكل العملاء. ويوم تمرينة الصدر بيكون يوم مميز لان التمارين بتتنقى بدقة كبيرة جدا. اول حاجة يا صديقي وهو البنش بريس بالبار، تمرين اساسي وبيشغل عضلات الصدر كلها. التمرين ده تقريبا هو الاساس لاي تمرين بنش انت بتعمله. بتبدأ وانت نايم على البنش ورجلك ثابتة على الارض. بتمسك البار بإيدك وأوسع من كتفك بشوية صغيرين. تنزل بالبار بهدوء لحد صدرك وكوعك بيكون مايل شوية لجنبك مش مفتوح لبره علشان تشد عضلة الصدر كويس لتحت وتستهدفها أكتر. كتفك ثابت وعضلات بطنك مشدودة علشان تستفيد أعلى استفادة من التمرين. بتبدأ التمرين بشوية تسخين بوزن خفيف وبعدين بتزود الوزن وبتقلل العدات. ودي تركاية بقولها تقريبا لكل العملاء اللي بيتمرنوا معايا في ورك اوت أند فيت. والتمرين ده بيكون على جهاز في مكان ثابت وبيساعد عضلات تانية زي الكتف الأمامي والتراي، وممكن كمان تشوف حد يساعدك كسبورتر، وده اللي بيخليه تمرين كويس إنك تزود فيه أوزانك. وعلشان تعمل بروجريسيف اوفرلود فالتمرين ده بيكون مناسب جدا ليك، ودي بالطريقة الأساسية لبناء عضلة أكبر. حرفيا بيخلي عضلة الصدر تتقطع. التمرين ده بيشغل العضلة كلها، ولما البنش يكون أفقي أو مستوي بيتوزع حرفيا على العضلة كلها. لكن لما نميل البنش لفوق بنشتغل أكتر على الجزء العلوي. ولما نميل لتحت بنشتغل أكتر على الجزء السفلي من الصدر. بعد ما نبدأ بالبار يا صديقي بنروح للدمبل. الدمبل بيسمح بحركة أكتر من البار، بتديك شد أكتر لتحت وضغط أكتر لفوق. وبتساعدك أكتر توصل لوضع الكوع الصح واللي هو 45 درجة جنب الجسم. الدمبل كمان يا صديقي سهل نعمل بها تغيرات في التمرين، زي انك تلف ايدك او تغير شكل القبضة، او انك تعمل سوبر ست زي انك تعمل ضغط عادي او ضغط ضيق. وبرضه هيبقى متاح معاك انك تغير زاوية البنش لفوق او لتحت. وعندنا في ورك اوت أند فيت لما عملنا استطلاع رأي عن التمرين ده
المدربين عندنا قالوا ان الدمبل احسن من البار بكتير جدا. تمارين البريس يا صديقي عموما بتدي شكل وحجم وقوة غير طبيعية. بس في نوع تاني مهم جدا علشان شكل العضلة، وهو تمارين الفلاي. تمارين الفلاي بيشد عضلة الصدر وبيطولها وبيخليها شكلها جمالي. تمارين الفلاي على البنش المستوي يا صديقي مشهور جدا، بس الوزن بيكون تقيل تحت وخفيف فوق. فما بيكونش فيه ضغط كفاية فوق. علشان كده المدربين عندنا بيحبوا الفلاي بالكيبل، لأن فيه مقاومة ثابتة طول الحركة. وبتعمل زي حضن كده بإيدك، الشد بيكون قوي جدا والدم بيوصل لعضلة الصدر بسرعة. وكمان تقدر تغير زوايا تمرينك من فوق لتحت، وده بتستهدف فيها الجزء السفلي أو من تحت لفوق، ودي بتستهدف فيها الجزء العلوي. وكمان تقدر تعمل التمرين ده بإيد واحدة علشان تركز أكتر على الضغط على الصدر. المدربين عموما بيغيروا زاوية الكيبل كل مرة علشان يدربوا كل زوايا الصدر. بس أهم نصيحة بنقدمها عندنا هي إنك تجرب تقاطع الإيدين قدام جسمك. عضلة الصدر أصلا يا صديقي هي وظيفتها إنها تضم الإيدين قدام جسمك، ودي حاجة الدمبل أو البار ما بتعملهاش في العموم. ودلوقتي يا صديقي هنروح للماشين بريس، ودي الأجهزة اللي بيتلعب عليها الشيست. والميزة هنا يا صديقي إن الأجهزة بتكون ثابتة وسهل إن أنت تستخدمها، ودي يفضل إن المبتدئين يشتغلوا عليها أكتر. وده لأنها بتكون آمنة وما بتحتاجش مساعدة في الأول. الأجهزة بتمشي في مسار معين، وده بيساعد المبتدئين إنهم يتعلموا الحركة صح. وفي أجهزة بزوايا مختلفة زي المستقيم ومائل، وحسب العضلة اللي انت عايز تشغلها كمان. وممكن كمان تعمل التمرين بإيد واحدة أو بالإيدين حسب ما تحب. ومعظم المدربين بيقولوا إنك لازم تستخدم الأجهزة بعد ما تخلص تمارين الباي والدمبل، وده علشان تكمل تمرينك بشكل مختلف.
نفصل بقى من الأجهزة صديقي ونروح للفلاي اللي على الجهاز، وده زي الفلاي اللي بالكيبل، بس الجهاز دايما بيديك مقاومة ثابتة والحركة بتكون ماشية في اتجاه معين، بس انت تقدر تغير الوضع. سواء بقى انك تميل ظهرك او تستخدم ايد واحدة. ولما تحب تزود الضغط تغير وضع جسمك علشان الايد تيجي قدام جسمك. دايما المدربين بيقولوا ان الكيبل هو الافضل للفلاي، بس برضو الجهاز كويس كبديل للتمرين. أهم حاجة يا صديقي إنك تعرف تعمل لنفسك نظام تدريبي، والأهم إنك تعرف تعمل نظام غذائي. ولو عايز تسهل على نفسك وعايزنا نعمل لك نظامك التدريبي ونظامك الغذائي كاستمايزد ليك وبالتعاون مع طاقم أطباء كامل وطاقم رياضيين متكامل، ابعت لنا كلمة اشتراك على الواتساب ده وهنشرح لك كل التفاصيل.